هلو حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله رب تكونون بألف ألف مليون خير بهذا الفيديو. هذا الفيديو اليوم فلوج، راح نقص الثيل انا وياكم. نقص الثيل؟ لا، انا ما راح اقص الثيل يعني. هم اهلي راح يقصون الثيل، بس قصدي راح اصور لكم وراح اسوي فطور وياكم وراح نسوي فلوج ممتع الصراحة. فتابعوا هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. حطوا لايك على مود تشجعوني انه اسوي فيديوهات، واحبكم كوما. يلا نشوف الفيديو. طبعا هنا والدي واخواني دا يقصون الثيل، فحبيت انه اسوي فيديو اليوم. حبيت اسوي فطور بالحديقة، فانتظرتهم يخلصون ويقصون الثيل واني رحت اسوي الفطور. وقلت لاخويا الصغير انه يسجل لي او يصور لي بقص الثيل لحد ما اني اكمل فيديو تصوير الفطور. اليوم راح اسوي لكم مقبلات حلوة وطيبة، وحبيت انها من اشاركها وياكم. إذا حابين نصائح عن الزراعة وعن الورد وعن أي شي يخص الحديقة، كتبولي جوا بالتعليقات، حتى أسوي هذا الفيديو ويا والدي على مود يعطيكم شوية نصائح للحدائق، نصائح لزراعة الورد، أي شي يعني يخص الزراعة، لأنه صراحة هو كلش يتابع بهذا الموضوع وكلش يعرض. فإذا حابين اكتبولي. أول شغلة راح نسويها هي حمص بطحينة. طبعا هذا الحمص مال الحصة تعرفون يعني ما استعملناه بأي شي زين. فتقدرون تسوون من عنده حمص بطحينة أي شي انتو حابين، هواي أكلات تصير من عنده. المهم أنا سلقته هنا كلش زين، يعني ستوته وخليته يبرد. عندي هنا فصين ثوم، عندي هنا ثلج، عندي راشو، عندي زيت زيتون، وأكيد ملح وكمون، والبهارات انتو حسب إضافتكم. طبعا بنات هنا الثلج كلش مهم بحمص بطحينة. شفت شيف قال حطوا ثلج ويا الحمص بطحينة يطلع طيب وبارد، وفعلا جربته طلع حلو. طبعا عذروني عن السحقات لأنه تعرفون الصيام وتعب. هنا راح أخلط كل المواد سوية اللي قلت لكم عليهن بكميات متساوية، يعني مثلا حسب انتو إذا تردون طعم الراش شوية يطلع مبين بيها كثروا راشي، وإذا حابين مثلا الحمص أكثر كثروا حمص. انتو الإضافات هذا الشي بكيفكم، ونخلطهم بالخلاط. طبعا بنات هاي الطريقة جربوها واعتمدوها، هاي أفضل طريقة بعمل حمص بطحينة. بصراحة جربت هواي طرق، بصراحة هذه أنجح طريقة سويت بيها الحمص بطحينة، خاصة هاي هي اللي بيها ثلج تطلع كلش باردة ومتماسكة، تطلع مو خفيفة وطيبة. جربوها راح تعجبكم. كم مرة قلت بصراحة. المهم هسه يلا نكمل. راح نخليها بمواعين مال تقديم، وراح نزينها بالشكل اللي انتو حابينه يعجبكم، يعني زينوها وخلاص تكون جاهزة. هذا ابني خواصني ما يخلي واحد يصور، بس يسولف ويلعب بغراضه المهم يلا نكمل. هنا زينتها انا بزيت الزيتون، قلت لكم التزيين حسب انتو شنو حابين. هسه تعالوا انا وياكم نسوي النوع الثاني. النوع الثاني عندنا هنا لهانة بالكشمش. عندي هنا جزر مبشور، وعندي لهانة، وعندي كشمش، وراح ارش عليهم شوية شكر. راح اني اخلي عليهم كمون همينة ومايونيز واخلطهم سوية. طبعا هاي المقبلات اللي يحب الاشياء الحلوة راح تعجبه، لانه صراحة كلش طيبة. هنا رشيت انا شوية كمون، وراح اخلي مايونيز حسب انتو هم قد تريدون. طبعا ما كفى الصوت بالفيديو انه قام يجر بالموبايل يريده. المهم يلا خليه نكمل. هنا راح نخلطهم كل زين. طبعا الخلط كلش مهم لحد ما ينزل مي اللهان البنفسجي. يلا تبطلون خلط، لانه هاي الطريقة او الخطوة مهمة.
هنا سويت محلبي بالبسكت. حطيت أول شي طبقة بسكت، بعدين رجعت حطيت محلبي، بعدين كسرت بسكت وخليت فوقه. طريقة صراحة سهلة وطيبة وبسرعة تقدرون تسوونها. هنا سويت خبز عروق. هنا طبعا جبت حمص هرسته كل زين المستوي اللي بقى من الحمص بطحينة، ومعدنوس وطماطة وباذنجان وبصل وشوية طحين وعجنتهم وأكيد بهارات يعني. هسه راح نسوي تفاحية. هنا قشرت التفاح وثرمته مكعبات، وشربت هذا أكياس، وهمينا مايونيز. راح أرش شوية هنا شربت، وراح أخلي همينا كمية قليلة من المايونيز، وراح نخلطهم سوية وخلاص تكون التفاحية جاهزة. واخر شي خلينا نسوي باذنجانية. طبعا هنا عندي باذنجان مقلى وبصل وطماطة وفلفل وخيار. طبعا بس الباذنجان انا مقليته واخلي عليهم صوص. هنا طبعا الوالدة قاعد تخبز، احنا يومين نخبز شوية على قد الفطور. وهنا بدينا نحضر السفرة. هنا طبعا سويت تمن أصفر، سويت تمن مندي. وهنا سويت دجاجة، طبعا حرقتها شوية بس غلسوه عاد طلع طعمها طيب ما بشي. وهذا الخبز. وهنا بديت أحضر السفرة. طبعا تعبت، أنا صايمة أروح وأرجع للمطبخ شوي، الحديقة بعيدة عن البيت.